أبذكر لكم قصة رجل قابلته في مكة كان يستغفر الله قرابة في اليوم 30,000 مرة، كما أخبرني. في يوم من الأيام كنت ألقي كلمة عن الاستغفار، وبعد ما خلص جاني هذا الرجل وقال لي جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن إنك تكلمت عن الاستغفار، كثر لقاءات وكلمات عن الاستغفار. والله يقول لي كلام هذا، يقول لي أنا في اليوم أستغفر الله قرابة 30,000 مرة. فسألته سؤال، قلت له إيش حصلت من الاستغفار، من فوائد الاستغفار؟ اسمعوا ماذا قال. قال والله ما دعوت الله بدعوة إلا استجاب الله دعواتي. الله أكبر يا أحبة. أنا أرسل رسالة لكل يسمعني، لكل إنسان يسمعني، المهموم، المكروب، المديون، صاحب الحاجة، أشغل لسانك بالاستغفار، والله يسر الله أمورك. أشغل لسانك بالاستغفار يفتح لك الله أبواب الرزق والخير في حياتك. أشغل لسانك بالاستغفار يغفر الله ذنوبك. أشغل لسانك بالاستغفار تنجو من عذاب الله. أشغل لسانك بالاستغفار يشرح الله صدرك ويطمن الله قلبك. الاستغفار من أعظم أسباب تفريج الهموم والكروب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يقول ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وربي يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهنيئا للمستغفرين، هنيئا للمستغفرين. قولوا استغفر الله.